أثناء الاجتماع فجأة التقط الرجل حقنة وحاول حقن الفتاة بمادة غير معروفة. لم تتوقع أن لا تكون لديها أي فرصة للمقاومة. طلب منها أن تتحمل قليلا لأن الأمر سينتهي بسرعة. بعد أن نجح في حقن المادة المجهولة بدأت الفتاة تهدأ، بينما كان الرجال الجالسون ينتظرون تأثير الدواء، ولم تجرؤ أي من شقيقاتها على مساعدتها. إحدى الفتيات سجلت المشهد بهاتفها لتوفير دليل، ثم أخرج الرجل ذو النظارات دواء آخر وطلب منهم ألا يستعجلوا، مؤكدا أنهم سيرون النتيجة قريبا. في تلك اللحظة تبادلت الفتاة ذات الشعر الطويل والفتاة ذات الشعر القصير نظرة غامضة، ومع استخدام الدوائين بدأت الفتاة تفقد وعيها، لكن التجربة لم تكن ناجحة. وبعد مناقشات قرروا ترقية الدواء وتقويته، ووظفوا فتيات للتجارب بذريعة الرواتب المرتفعة. ومع زيادة المشاركات اتضحت النتائج، وحينها أدركت الفتيات أنهن تعرضن للخداع، لكن الأوان كان قد فات.